كل جريمة وراها سر وكل سر عنده حكاية. القضية ديال اليوم من العراق وبالضبط مدينة البصرة. في هاد المدينة غادي نتعرفوا على هاد الشابة الجميلة اللي سميتها بان زياد، دكتورة نفسية في الثلاثينات من عمرها، معروفة بالخبرة والكفاءة الكبيرة اللي عندها، وكاع اللي داز من عندها كيشكرها. صراحة بان في صغرها كانت بنت اللي ظريفة داخلة سوق راسها مجتهدة، من ديما كان الحلم ديالها هو أنها تولي طبيبة نفسية، وفعلا قرات واجتهدت وقدرت تدخل لكلية الطب في جامعة البصرة. وفي 2015 من بعد سنوات ديال القرايه حققت الحلم ديالها وتخرجت، ومن الفوق جات من الاولين لما كانت هي الاولى. من بعد تخصصات في الطب النفسي والعلاجات النفسيه، وكانت معروفه بين الزملاء ديالها انها دكتوره ظريفه اللي كتعطي الخاطر للمرضى ديالها، ما كتخسرش ليهم الخاطر. بان من كثره حبها لهذا الدومين كانت فين ما كتسمع شي مؤتمر طبي ولا شي حاجه كانت هي الاولى كتحضره. طبعا ما غاديش نقولوا غير الحب، وانما غنقولوا حتى التجديد. فهي من الاطباء اللي كتشوف انها خصها ديما تشوف شنو اخر ما انتج في الطب، اشنا هي الدراسات اللي خرجت الاخرى، فكانت تبغي تكون ديك الانسانه او الطبيبه اللي ملمه بالجديد. وهادشي اللي كان خلاها واحد الانسانه باحثه ديما كتعلم وكتجري مورا المعلومه. بان على حساب ما كيروج ان عندها اختها وحده سميتها هبه، وخوها سميتو محمد. بالنسبه لامها سميتها جنان معلمه، وباها سميتو زياد. على حسب ما كيتقال انه متقاعد من منشآت بتروكيماويات. المهم بان من بعد ما دوزت واحد المده في سبيطار الدوله ووقفت على رجيلاتها، فتحت عياده خاصه ديالها، ومن كثرة حبها للدومين والشغف ديالها به فتحت باج في الانستغرام والتيك توك فين بدات كتقدم الناس نصائح على الصحه النفسيه وكيفاش يتعاملوا مع المشاكل اللي عندهم. من بعد مني بدات كتعرف وبزاف ديال الناس صحاو على يديها، بداو كيستضفوها في برامج واذاعات، وزادت تعرفات كتر وكتر. بان اي حاجه كانت كتبغي ديرها كانت كديرها بحب ومن قلبها، داكشي على سبحان الله اي حاجه حقات في يديها كانت كتصدق ليها. ممكن حتى الاصرار ديالها ان هاد السيده كانت ديما كتقلب على العلم والمعلومه، كانت تبغي تتعلم اشياء جديده، كانت زعما صادقه في الخدمه ديالها وفي العلم اللي هي عزيز عليها. فما غاديش نقولوا ديما الصدفه، وانما غنقولوا كاين انسان اللي كيكون مصير وكيبغي يكون متميز في الاشياء ديالو، وكاين الانسان اللي كيكتفي بداكشي اللي كيعطيوه الناس المقرر. فهي كانت تتفوت المقرر، ولكن كان عندها واحد القبول اللي عطيها الله تبارك الله، جمعات كل شيء مع المعرفه والنصائح المهمه اللي كانت كتعطي الناس، خلاتها تزيد تنجح اكثر واكثر. وحتى السوشيال ميديا ديالها دغيا طلعت، ولاو عندها اكثر من 100,000 متابع في وقت قصير. كانت هذيك البنت اللي مقادله ومتفاعله وباغا توصل لحوايج كبار بزاف. تخيلوا معايا كانت كتخدم في السبيطار ديال الدوله وفي العياده ديالها، ومن الفوق كتعطي استشارات للمتابعين ديالها اللي كيتواصلوا معاها. هادشي بلا المحتوى المجاني اللي كدير للناس، وزيد عليها المؤتمرات والندوات اللي ما كانتش كتفلتهم. المهم في الشهر اللي فات من هاد العام اللي هو شهر 8، الوالدين ديال بان كانوا مسافرين لتركيا باش يبدلوا شويه الجو ويدوزوا الصيف، ولكن نهار 4 في الشهر صونا لهم ولدهم محمد اللي هو خو الدكتوره بان، وقال لهم حقار اختي كانت غاده بالطوموبيل ودارت حادثه ودابا راها في العنايه المركزه. باها وامها كيف كاع الوالدين غير سمعوا باللي بنتهم في السبيطار في البلاصه جمعوا حوايجهم ورجعوا في حالتهم للعراق باش يطمنوا عليها. المشكله ان والدين بان منين وصلوا للدار ديالهم كيتفاجئوا بها عامره بالبوليس، والصدمه الكبيره هي منين غادي يعرفوا منهم باللي بنتهم اصلا ما دارت لا حادثه بالطوموبيل لا والو. وولدهم طبعا ممكن ما بغاش يخلعهم في التليفون. بان صدقات مصفياها لراسها في الدار ووسط الحمام. اياه الدكتوره النفسيه اللي كتعاون الناس باش يتجاوزوا الازمات النفسيه اللي عندهم، وكتقدم نصائح وكتعطي معلومات على الصحه النفسيه وكيفاش تحافظ عليها، صدقات مصفياها راسها في الحمام. بطبيعه الحال هادشي اللي عرفوه والديها في ديك الساعه من خوها ومن البوليس اللي كانوا ديجا تسبقوا للدار من بعد داكشي اللي وقع ليها في الحمام. جات لومبيلونس وداتها للسبيطار، ولكن كانت ديجا فارقات الحياه. خوها قال الطبيب اللي تما باللي البنت صفيتها لراسها، ولكن الطبيب غير شاف الحاله اللي كانت عليها الجثه، قال لي ديك الهضره راه ما منهاش، غير بلا ما تعيي راسك تقنعني بشي حاجه اخرى، سير شوف شكون اللي دار في البنت هذاك الحاله. وفي البلاصه بدا كيقيد الاصابات اللي كانوا عند الدكتوره بان. اول حاجه كتبها هي انها وصلت للسبيطار ميته. ثاني حاجه كتب ان بؤبؤ العينين ديالها متوسعين وما كيستجبوش للضوء، وجود جروح قطعيه في كلا الساعدين منتظمه الحواف، وبروز العضله والعظم، وجود كدمات في الوجه، ووجود كدمه قطعيه حول الرقبه. واخر حاجه كتبها هي وجود دماء على الملابس والساقين المتوفيه.
يعني رجليها. تخيلوا معايا بنت غادي تقطع يديها بهذاك الشكل الغريب وغادي تغرق احتبال العظم ديالها، ومن بعد غادي تهز الموس ولا زيزوار ولا المهم اي حاجه، ديك الاداه اللي دارت بها هاد العجب، وغادي تشد اليد الاخرى وغادي تجرحها. هانتوما هادشي طبعا ما كيبان لكمش منطقي، وانا نفس الشيء، وبزاف الناس بان لهم نفس الحاجه. اولا اللي بغى يسالي مع حياته ما كيضربش يديه بداك الشكل، طريقه الوحشيه. ثاني حاجه اليد اللي تجرحات الاولى ما غاديش تبقى قادره تهز شي حاجه. ثالث حاجه الانسان اللي فيه ديك الجرحه وخرج منه داك الدم كله اللي خرج من الدكتوره بان، راه في الغالب غادي يغيب، ما غاديش يبقى صاحي، وغادي يبقى عنده الوقت باش ياخذ ديك الاداه ويحاول يدور اليد الاخرى ويدير فيها نفس العجب. هادشي مازال ما تزناش لعينيها اللي محلولين وواسعين وما كيستجبوش للضوء، وزيد عليها داك الضرابي والزروقيه اللي في وجهها، وزيد عليها ديك الجرحه اللي عندها في الرقبه ديالها واللي كانت باينه على انها لا طراس ديال شي حبل ولا كابل تخنقات به. شنو زعما البنت كانت كضرب راسها وكتحاول تخنق راسها قبل ما تسالي مع حياتها، ولا كيفاش بالضبط؟ المهم نرجعوا للطبيب اللي من بعد ما شاف باللي قضيه فيها انه خوبان كيكذب، ناض وصور لي الدين ديالها والحاله اللي كانت عليها، ونشر دوك التصاور باش هكذا ياكد داكشي اللي كتب في التقرير وما يخلي حتى شي واحد يديرها ولاها. اللي غادي يسالي معكم في هادشي كله هو ان والدين بان منين وصلوا مشاو للسبيطار بقاو كيحلفوا باللي البنت ماتت وانها هي اللي نهات حياتها. ياك اختي نتوما يلاه جيتوا من العطا ديالكم في تركيا وما شفتوا حتى شي حاجه وما حاضرين على حتى شي حاجه، منين جاتكم هاد الثقه في النفس كلها؟ المهم الطبيب قال لهم بلا ما تعيوا راسكم، راه الحاله ديال البنت كتاكد باللي من المستحيل انها تكون نهات حياتها. البنت راها تقتلات، وسيروا شوفوا شكون صفاها ليها، في بلاط ما تضيعوا حقها بحال هكا وتقولوا باللي صفاتها لراسها. قال لهم سيروا ديكلاريو عند البوليس وطالبوا باش يدار تشريح الجثه وما تخليوش حق البنت يضيع. والديها قالوا له ما بغينا لا نديكلاريو لا نديروا تشريح، عفاك سربي لينا غير الاجراءات وخلينا ندفنوا بنتنا. وزيدون باش تاكدوا باللي البنت صفاتها لراسها راه كانت كاتبه عباره اريد الله بالدم ديالها في الباب. كيفاش قضيه هاد العباره ديال اريد الله عاوتاني؟ انا غادي نشرح لكم. مساكن والديها وخوها ما كانوش عارفين باللي هاد العباره راه غادي تغرقهم وتعاريهم اكثر ما غتبينوا باللي البنت ماتت بفعلها هي. المهم باش تفهموا شنو وقع، البوليس من بعد ما دخلوا لمسرح الجريمه لقاو مكتوب في الباب ديال الحمام عباره اريد الله، كانت مكتوبه بالدم ديال البان. زعما راه البنت عيات من هاد الحياه وضربات يديها وكتباتها باش تبين لعائلتها والناس باللي باغا تمشي عند الله وتهنى من هاد الحياه. ولكن غير بالعقل، كيفاش بنت غضرب يديها بداك الشكل حتى بان ليها العظم والعضلات وغادي تقدر تهز من الدم ديالها وتكتب ديك العباره في الحيط، خصوصا انها مكتوبه بخط كبير كل حرف فيه 3 سنتيمتر؟ كيفاش اصلا غادي يبقى عندها الوعي باش تكتبها؟ وزيد عليها العباره مكتوبه مزيان واخا بالدم، ولا لاحظتوا الشده اللي في كلمه الله حتى هي مكتوبه ومكتوبه مزيان وفيها عرام ديال الدم. طبعا ممكن ما غنقدرش ندوز لكم الصوره اللي حيت كتعرفوا اليوتيوب ما كيبغيش يسمح في هاد الصور اللي كتكون مكتوبه بالدم، ولكن فعلا كانت مكتوبه بواحد الشكل اللي مستحيل ان بنت يديها كانوا في داك الحالات نوض تكتبهم. وهاد الشدادي اللي قلت لكم كانت فوق كلمه الله، يعني مكتوبه مزيان، يعني السيده عندها الجهد وعندها الوقت باش تكتب عباره بهذا الشكل. زعما باللي اللي كتمكرسه ديال بصح ويديها محلولين هي اللي غادي تقدر تكتب ديك العباره بهذيك الطريقه. الصراحه انا ما كنظنش. المشكله ان البوليس واخا شافوا هادشي كله الا انهم قالوا صافي البنت صفاتها راسها وبغاو يسدوا القضيه ويدوزوا لحاجه اخرى. ولكن الطبيب اللي سرب تصاور الحاله ديال الدكتوره بان خسرات لهم كل شيء وخلات قضيتها قضيه راي عام. الاطباء المتخصصين كيقولوا باللي الشخص اللي تجرح ولا ضرب الشرايين ديال يديه غادي يفقدوا كميه كبيره من الدم ومن موراها غادي يفقدوا الوعي في البلاصه. يعني من سابع المستحيلات ان الدكتوره بان هي اللي كتبت داك العباره من بعد ما ضربت راسها، ولا زعما جرحت راسها جرحه صغيره كتبت العباره عاد رجعت جرحتها مزيان. ولا شنو هادشي كيبان لي انا ماشي منطقي. في هذه المرحله الراي العام كان مقلوب وكل شيء كان متاكد باللي البنت ماتت مقتوله، ولكن عائلته بخصوص والديها وخالها كانوا باقين مصرين على انها صفاتها راسها. وصلوا لدرجه انهم داروا مقابلات مع الصحافه غير باش يشرحوا الناس وياكدوا لهم باللي بان هي اللي دارت ديك الفضيحه في راسها. وصلت الى مرحله انه حسب مذكراتها الموجوده هي تريد تتخلص من حياتها، حتى كاتبه على باب الحمام والله بدمها. بنتي واعرفها بسبب الضغوطات النفسيه بانتصار بها هذا الشيء، ومن غير تقسويحيه الراس والشراسه ديالهم في توصيل الفكره ديال انها صفتها راسها كتدل على انهم كيحاولوا يدمسوا القضيه بالزربه باش يغطيوا على شي واحد اللي غالبا غيكون ولدهم. ونزيدكم بعدا واحد الحاجه اخرى، هاد خوبان راه ما صوناش الاسعاف والبوليس حتى دازوا ساعات وساعات على موت اختو. حتى البنت ولات كلها زرقاء والضرابين اللي كانوا فيها ولاو ملونين وزرقين. وتخيلوا معايا باها خرج الصحافه وقال لهم حقا بنتي كانت ظريفه وناجحه في خدمتها، ولكن كانوا عندها ضغوطات نفسيه والخدمه ديالها اثرت عليها وعيات، داكشي على صفاتها راسها. قال لهم راه عندنا المذكرات ديالها ودفاتر فين كانت كتخوي قلبها،
داكشي اللي كتبا راه كيأكد باللي نهات حياتها ما كاين لاش يبقاو الناس يكثروا في الكلام ويكذبوا وينشروا هضره باطله. خليو البوليس هما يتكلفوا يديروا خدمتهم. خلبان حتى هو ما قدرش يبقى ساكت وقال للصحافه لا، وبزاف ديال الناس كيقول لك البنت قتلات وكيدخلوا راسهم في امور بعيده عليهم وهما ما حاضرين على والو. قال لهم حنا اللي قراب منها وحنا اللي عارفين شنو كاين. البنت دكتوره نفسيه وخدمتها صعيبه وفيها المشاكل وهي اللي اثرت عليها باش خدات داك القرار وصفاتها لراسها. قال لهم البنت كانت كتعاني بزاف، خصوصا في هذا العام الاخر ما كانتش كاع كتنعس بالليل وما كتغمضش عينيها. قال لهم في هذه السيمانه عيات بزاف وكانت كتكتب انا غادي نموت وميمتي غادي تبكي عليا، وكتكتب باللي راها كتعاني وضيقه بهذه الحياه. قال لهم راه غير مؤخرا كانت كتقول لنا انا كرهت خدمتي وغلط مني دخلت لهذا الاختصاص واشياء بحال هذه، وباش يتلاها قال لك حقا كانت كتاخذ واحد المهدئات وهذوك المهدئات هما اللي ما خلاوهاش تحس بالالام، وبسببهم قدرت دير داكشي في يديها بلا ما تغوت بلا ما تحس بلا والو. قال لك اللي كيشرب دوك الكينات ممكن يقطع راسو ما يحش. تخيلوا معايا في واحد اللحظه قال الصحافي البنت قطعت يديها ومن بعد كتبات اريد الله وصافي هذه كانت رسالتها الاخيره. الصحافي قاطعو قال لي هي انهت حياتها ومن بعد كتبات اريد الله. قال لي لا، قطعت يديها كتباتها عاد ماتت. ندوزو لدابا المميري اللي كانت منفعله وكتغوت وقالت للصحافه بنتي صفتها راسها بسبب الضغوطات اللي عندها في الخدمه. قال لها واحد الصحافي هي انت متاكده باللي الخدمه هي اللي خلاتها تصفيها ماتها؟ قالت لي ايه هذيك بنتي وانا عارفاها. ياك خالتي؟ ايوا حيت هذيك بنتك وعارفاها وكانت كتعاني. ايوا علاش خليتيها في ديك الحاله ومشيتي كدوري مع راسك في تركيا؟ واش اللي ولادو في ديك الحاله غادي اصلا تحلالي العطل ويفكر معاهم؟ المهم العراقيين والعرب بصفه عامه ملي شافوا بلي عائله بان هما اللي باغيين يسمحوا في حق البنت قرروا باش هما اللي يجيبوا ليها حقها. البوليس ملي شافوا القضيه بدات كتحمار خرجوا بقرار رسمي اللي كيقول ان سبب الوفاه هو انهات حياتها، باش زعما هكذا يسدوا القضيه ويسدوا هذا الصداع هذا في مره ويسكتوا الناس. ولكن الخطه ديالهم ما صدقاتش والناس ما تعلقوش بهم وتعصبوا وخرجوا في وقفات وبداو كيطالبوا بحق البنت. الناس كانوا شاكين باللي القضيه موراها شي سر كبير وداخلين فيها رؤوس كبار، داكشي علاش الحكومه بنفسها كتحاول تستر عليه. السؤال هو علاش هاد التستر كامل؟ المهم انا جايكم حيت الخيوط كلها غادي نجبدها في هذا الفيديو، ولكن قبل بغيت نقول لكم باللي عائله بان بالزربه داروا البنت الكنازه وكانوا باغيين غير متى يتسد الموضوع ديالها ويتهناو منه. العزاء ديالها حضروا ليه المئات ديال الناس، والعجيب ان الناس اللي حضروا بالخصوص اصدقاء بان شدهم الكاميرات وهما كيتقطعوا بالبكاء على البنت، على عكس عائلتها ووالديها اللي ما نزلوا تدمعه، بل بالعكس فين ما داروا شي مقابله كيكونوا معصبين حيت الناس شاكين باللي البنت ماتت مقتوله، والوقت كامل كيحاولوا ياكدوا لهم بلي نهات حياتها وكيقولوا باللي ولدهم بريء وما عنده حتى علاقه بموت اختو وباللي كانوا متفاهمين وعزاز على بعضياتهم. تخيلوا معايا باها ملي قراسو كيكثر من داك الجمله ديال بنتي صفات مع راسها ما السبب ضغوطات نفسيه، زاد عليه حاجات اخرين وقال للصحافه في عزاها باللي بان كانت عندها الم في الظهر والعضلات وكان عندها فقر الدم وهذا الشيء كله هو اللي خلاها تاخذ داك القرار. وقال باللي البنت كانت كتعاني نفسيا وهذا الشيء باين من المذكرات ديالها. ولكن من جهه اخرى كنلقاو صحابها والزملاء ديالها في الخدمه كيقولوا باللي البنت كانت بخير وما كان باين عليها لا ضغط نفسي لا والو، بل بالعكس ديما كانت كدوي على المستقبل كتحاول تزيد تطور من راسها وتعلم حوايج جداد. وقالوا باللي غير ايام قبل موتها كانت كتسول على الوراق والاجراءات اللي غيخصوها باش تسافر لايطاليا على قبل شي مشروع كبير خاص بالمجال ديالها وعلى قبل باش تكمل القرايه تماك. نهار 12 من الشهر اللي فات اللي هو شهر اوت واحد العضو من مجلس النواب سميتو عودي عواد كاعظم، غير سمحوا لي على السميات الا ما نطقتهمش مزيان، هاد خينا غادي يخرج بواحد التقرير اللي غادي يقلب بنيه، تقرير اللي جا من عند القاضي تحبات في البصره وجاي من لجنه خبراء كيقولوا باللي تم تعطيل كاميرات المراقبه قبل واثناء وبعد الحادث بفعل فاعل. كيفاش الكاميرات طفاو؟ يعني شي واحد خص الكاميرات اللي قدام الدار ديال الدكتوره بان. التقرير كذلك اشار لوجود اثار محيطه بالرقبه بسبب عمليه خنق وعدم العثور على اي حبل او اداه اخرى مستخدمه في عمليه الخنق. ثالث حاجه ذكرها التقرير هي التاخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحيه وقيامهم بتنظيف محل الحادث بعد نقل الجثه مباشره دون تصريح من الجهات المختصه. خذ دكتوره بان معلم البوليس والاسعاف بموت اختو حتى دازوا النهار تقريبا، ومن بعد ما جاو داوها مباشره نظف مكان الحادث ولا موقع الجريمه، وهذا اللي جينا نشوفوا راه كتعتبر اخفاء وتلاعب بالادله. رابع حاجه ذكرها التقرير هي وجود كدمات متفرقه على عده مناطق في الجثه، وجود جرحين متماثلين بكلا اليدين طول 9 سنتيمتر وعرض 9 سنتيمتر. تخيلوا معايا. وفي التقرير مكتوب وجود مراسلات بين الدكتوره بان والمعارف ديالها فين كانت كتشكي عليهم وكتقول لهم باللي اخوها محمد وصحابه كيتعاطوا المخدرات حداها وسط الدار، ومع ذلك ما تمش اجراء اي فحص لخوها محمد. يتعاطى المخدرات ولا لا؟ تاسي حاجه ذكرها التقرير واللي غتسالي معكم هي وجود جروح في مناطق الحساسه في الجثه، وهي السبب في اثار الدم اللي كتبين رجليها. يعني البنت مسكينه غالبا تعداو عليها من بعد حاولوا يحيدوا لها المنطقه الحساسه في مره
باش زعما يتخلصوا من اي دليل اللي ممكن يوصل للبوليس المجرم اللي دار فيها داك الشيء. البنت مسكينه حيدوا لها المنطقه الحساسه ديالها وداروا لها القطن حيت كانت كتشرب الدم. تخيلوا معايا، واخا هادشي كله عائله الدكتوره بان بقاو مصرين على الموقف ديالهم ورفضوا انه يدار تشريح الجثه. ندوزو لمحمد خوها اللي كلشي ولا شاك فيه في هذه المرحله باللي هو اللي صفاها. خدتو كانوا خرجوا بزاف ديال الناس اللي قالوا بلي الدري مبلي ومدمن، وغالبا طلب من اختو باش تكتب ليه الدويات وكينات مهدئه باش يقدر ياخذوها من الفارماسيان. ومنين رفضات ليه هادشي دابز معاها وصفاها ليها. واحد السيد اخر قال بلي عنده معلومات موثوقه كتقول بلي بان خدات المخدرات ديال خوها محمد، ومنين ما بغاش تردهم ليه صفاها ليها. وفي نفس الوقت قال بلي بابا البنت كيخلص فلوس كحله باش القضيه تبان انها نهات حياتها وما يدخلش ولده للحبس. البوليس بطبيعه الحال اي حاجه خرجات كيكذبوها وكيقول بلي هذيك الهضره كلها غير كذوب وما مناش، والبنت صفاتها لراسها وصافي. سدينا الناس اللي كانوا شاكين في محمد خوبان بداو كيقبشوا في السوشيال ميديا فغامون طاحوا على الكونت انستغرام ديالو. الصراحه داكشي اللي لقاو فيه كيزيد يدخل الشك. الكونت ديالو غريب وعامر جمامجي وحشرات وحيوانات ميته وصور اللي كتخلع. زيد على هادشي حاط في الهايلايتس واحد الروايه سميتها الاخوه الاعداء، وكيقولوا بلي هاد الروايه فيها جمله: لا اريد ذهبا، لا اريد سلطه، اريد الله، اريد الله، اللي هي نفسها العباره اللي كانت مكتوبه بالدم ديال الدكتوره بان على الباب ديال الحمام. زيد على هادشي السيد كان نشر صوره ديال واحد الشخصيه سميتها فريدي من واحد الفيلم رعب مشهور. الفيلم سميتو A Nightmare on Elm Street ولا كابوس في شارع الام. خرجوا منه بزاف ديال الاجزاء. القصه ديال الفيلم باختصار هي ان هاد الشخصيه الشريره فريدي كيدخل عند الناس الاحلام ديالهم وكيصفيها ليهم، وهادوك الناس كيموتوا حتى في الحقيقه ولكن كيبان بحال غير هما اللي ناو حياتهم. مثلا كيخنق شي واحد في الحلم ديالو والناس في الصباح كيلقاو داك السيد ميت ملوي عليه شي كورده ولا شي حاجه على عنقو وكيبان بحال هو اللي دار داك الشيء في راسو. ولا مثلا كيدخل الحلم ديال شي بنت كيجرحها وفي الصباح كيلقاوها ضاربه يديها، تقريبا بحال القضيه اللي وقعت للدكتوره بان. زيد على هادشي محمد خوها كان حاط واحد الصوره عباره على رسمه فين كتبان لينا واحد البنت كترسم شي حاجه واللور كتبان نفس البنت وهي مشنوقه بكورده، وإلا عقلتو حتى بان كانوا لقاو عندها اثار ديال الخنق في عنقها. زيد على هادشي كان حط الرسمه ديال واحد البنت واليدين ديالها كانوا مجروحين بالطول تماما كيف ما كانوا مجروحين اليدين ديال اختو. المهم الناس في هذه المرحله منين وصلوا لهادشي كله صافي تاكدوا باللي محمد خوها هو اللي صفى عليها. بداو كيطالبوا من الحكومه باش يدخلوا ويعتقلوه. محمد بحاس الدين ولقى بلي الكونت ديالو في انستغرام كيجبد ليه صداع، ناض ومسح كلشي. ولكن هادشي جا معطل حيت من بعد ايام قلال البوليس قرقبوا ليه في الدار واعتقلوه باش يحقوا معاه. وفوق هادشي كشفوا الناس والصحافه باللي غير مؤخرا قبل الموت ديال بان كانوا عندهم معاه شي مشاكل وخلافات، يعني كاين مشاكل بين الاخ والاخت. في هذه المرحله الناس كانوا فرحانين بالاعتقال ديال خوها محمد وارتاحوا حيت اخيرا العداله بدات كتاخذ المجرى ديالها. ولكن فئه قليله كتمعترضه وكتقول الى عائلتها ووالديها بنفسهم كيقولوا باللي البنت صفاتها لراسها، اذا راه غتكون صفاتها لراسها. وهما ما قالوا هادشي حتى تاكدوا منه. كيقولوا زعما حنا غادي نبغيو نجيبوا حق البنت اكثر منهم هما اللي عائلتها وقراب ليها. بطبيعه الحال اللي شاف كاع الادله والحاله اللي كانت على الجثه والكاميرات ديال قدام الدار اللي طفاهم بالعاني ما غاديش يقتنع بهاد الهضره. وزيد عليها الا افترضنا كاع ان البنت كانت كتعاني نفسيا وفعلا فكرت تصفيها لراسها، اذا علاش غدير في يديها ديك الحاله كلها وتعذب راسها وتجرح يديها بالطول وبهذيك الطريقه وهي دكتوره وعندها لاكس الكينات اللي يقدروا يعطوها امكانيات الموت الرحيم؟ لاش غدوز على راسها داك العذاب كله؟ خلاص دابا حنا غير كنفترضوا غاديين مع هذوك الناس في الخط. اما هي كيف قلنا قبل راه مستحيل تكون دارت بنفس هذيك الحاله في يديها بجوج، لانه مستحيل راه الا ضربت غير ايد وحده بديك الطريقه غادي تفقد الوعي وما غتقدرش لا تضرب ايد الاخرى ولا تكتب عبارات في الباب ديال الطواليط. زيد على هادشي البنت كانت يعني كتكتب وكدير كلشي باليد اليسريه والجرحات بجوج كانوا متشابهين وبنفس القوه، يعني خصها تخدم ايدها اليمنى وتجرح بها ايدها اليسريه ودير نفس الجرح ونفس العمق. وهادشي ما يمكنش حيت اليد اللي ما كنخدموهاش مستحيل تحكموا فيها في ديك الدرجه ونديروا بها نفس الجرح اللي درناه باليد الاخرى. فين كنخدموها؟ ركزوا معايا دابا مزيان حيت غادي نبداو ندخلوا في العامر. موسيقى. في الوقت اللي انتشرت القضيه ديال الدكتوره بان وبدات كتحول قضيه راي عام، خرج محافظ البصره اسعد العيداني بنفسه وقال لك حكاره القضيه راه باينه وحدانها تحياتها ما كاينلاش تكبروها اكثر من القياس. من بعد منين خرج التقرير ديال الطبيب والناس عرفوا الحاله اللي كانت على الجثه وبداو كيخرجوا في مظاهرات وكيضغطوا على الحكومه، عاود خرج وقال لهم انا شخصيا اللي غادي نتكلف بهذه القضيه، وقال باللي ما كاين حتى شي مؤشرات اللي كتدل على ان القضيه فيها جريمه قتل، وقال للناس يتهدنوا ما تبقاوش تزربوا وما تثقوش في اي حاجه. الناس بطبيعه الحال ما عجبتهمش هذه الهضره ديال هذا المحافظ، كانوا مستغربين علاش تا هو شاد في المساله ديال فرضيه انها نهت حياتها واخا كلشي باين، وشنو غادي يستعدي هذه القضيه ديال الدكتوره بان. مهم كثروا انتقادات ضده والناس كانوا محصبين وقرابين في هذه المرحله. غادي يدخل على الخط رئيس الوزراء العراقي محمد سياع السوداني
وغادي يوجه اوامر صارمه وطالب متابعه التحقيق في القضيه بشكل دقيق وسريع. على اساس هادشي الفضبح اللي خرجوا هاد الادله كلها باقي ما كتبينش باللي البنت مسكينه تم التصفيه ديالها. دابا اجيو معايا نعرفوا السبب في هاد التواطؤ وعلاش داك السيهم محافظ البصره اسعد العيداني من الاول بغى يدمس القضيه. كنت قلت لكم باللي الناس من بعد نبقشوا في لافير اكتشفوا باللي عندها علاقه مع واحد القضيه اخرى نتاع واحد الاستاذه جامعيه سميتها ساره العبوده. وسيادي هاد الاستاذه الجامعيه ساره تقتلات قبل 9 شهور من موت الدكتوره بان، واللي صفها ليها هو هاد خونا اللي كان خدام معاها واللي سميتو دارغم عبد السليم تميمي. ما عرفتش غادي لقات تصويرته ولا لا، المهم الا لقيتها غنحطها لكم. السيد وقع بينو وبينو شي خلاف وهز الفردي وصفى عليه وخلاه مرميه في الصحراء. تخيلوا معايا هاد المجرم استقوى خمرات محافظ البصره اسعد العيداني، يعني نسيبو. ولكن شنو كيربطهم بقضيه الدكتوره بان؟ انا غادي نقول لكم. بان بصفتها دكتوره نفسيه تم اختيارها كرئيس اللجنه اللي غتقيم الحاله النفسيه ديال المجرم تاع درغام عبد السلام التميمي اللي صفاها الاستاذه الجامعيه ساره باش تطلع في التقرير باللي مريض نفسي غادي يتم نقله لشي مستشفى ديال الامراض النفسيه وغيسلك من عقوبه الاعدام. اما الا طلع فيه باللي السيد بعقله فغادي يتم الحكم عليه بالاعدام. الدكتوره بان بكل مهنيه وشفافيه من بعد ما عيناتو جلست معاه كتبات في التقرير ديالها باللي السيد بعقله ما به والو. غالبا تم الضغط عليها باش تكتب في التقرير ديالها على انه مريض نفسي، ولكن هي ما رضخاتش ليهم وكتبات باللي السيد سليم مسؤول على الجريمه اللي دار. القاضي من بعد ما طالع التقرير ديالها حكم على داك المجرم ديال درها بالاعدام. من بعد شهور على هادشي وقعت الواقعه ولقاو بان في هذيك الحاله وبغاو يلصقوا لها باللي السيده نهات حياتها. واش محافظ البصره اسعد العيداني هو اللي انتقم منا على قبل نسيبو؟ الله اعلم، ولكن غالبا القتل ما كانش مغرض الانتقام وانما باش يبينوا باللي نهات حياتها ويشككوا في السلامه العقليه ديالها، باش هكا تجي لجنه اخرى تعاود تقييم الحاله النفسيه ديال المجرم تاع درغام. واحد النائبه عراقيه سابقه سميتها رحاب العبوده من العائله ديال الاستاذه الجامعيه ساره اللي صفاها ليها داك درغام، خرجت بواحد البوست في تويتر او اكس وقالت فيه باللي وصلتها شي هضره خطيره بخصوص مقتل الدكتوره بان، وقالت بلي غادي تتبع ديك الهضره حتى تاكد منها. وفي الاخير طرحت سؤال وكتبات واش بدات تصفيه الناس اللي وقفوا مع الحق في قضيه ساره العبوده. من مورا هاد المستجدات الخطيره اللي بانوا في القضيه تم استجواب محافظ البصره اسعد العيداني، ولكن هو بطبيعه الحال نفى كلشي وقال بلي ما عنده حتى علاقه مع القضيه ديال الدكتوره بان. من بعد غادي ينزل واحد البيان رسمي تحت مسؤوليه اداره صحه البصره وبموافقه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني على القناه الاولى العراقيه، قالوا فيه باللي لم يتم تكليف الدكتوره بان في فحص السلامه العقليه للمجرم. المتهم درغام تميمي بطبيعه الحال الشعب العراقي ما تيقش بهذه المصالحيه اللي دارت الحكومه، وكانوا متاكدين بلي اليوس كبار هما اللي من مورا هذه الجريمه اللي مشات ضحيتها بنان، وغالبا خوها ولد خالها غير بياضق في يد هذوك الناس. وعلاش ذكرت ولد خالها؟ حيت بعض المصادر كتقول بلي خالد الدكتوره بنان ومراته هما اللي اتصلوا بامها وباها وهما اللي قالوا لهم جيو دابا راه بنتكم دارت حادثه بالطوموبيل وراها في الانعاش، وهما اللي داوها السبيطار بنفسهم ماشي لومبيلونس اللي داتها، ومباشره من بعد ما نظفوا مسرح الجريمه قبل حتى ما يوصلوا البوليس. والسبب علاش داروا هادشي على حسب ما كيتولش بعض المصادر هو ان ولدهم اللي هو ولد خال الدكتوره بنان وصديق خوها محمد المقرب زعما تعدى عليها جنسيا وصفاها ليها بمساعده ديال خوها محمد. واللي كيزيد ياكد فرضيه ان ولد خال الدكتوره بنان مات واطعين في الجريمه هو انه مباشره من بعد ما ماتت شد الطياره وهرب من العراق. وكاينه بعض المصادر وبعض الفيديوهات اللي قالوا باللي ولد خالها غالبا هو اللي تعدى عليها وهو اللي قطع عليها الجهاز التناسلي ديالها باش زعما البوليس ما يقدروش يوصلوا ليه. شي ناس مقربه من الدكتوره قالوا باللي بنان كانت كدوي مع واحد من صحاباتها وكتقول ليها باللي عيات من خوها وولد خالها حيت كيكميو كيتعاطاو الصدار. المهم من مورا هاد الروينه كلها البوليس اخيرا غادي يعتقل واحد المشتبه في اخر من بعد ما طلقوا الصراح خوها محمد. مشتبه فيه هاد المره كان هو واحد الزميل ديالها في الخدمه سميتو عمر اللي اتهموه باللي هو اللي حرضها باش دارت ديك الحاله وصفاتها لراسها، ولكن من بعد غادي يطلقوا الصراح ديالو غيقولوا بلي السيد ما حرضها ما والو، وبلي من بعد ما فتشوا التليفون وقراو المحادثات اللي بيني وبينها لقاو بلي كانت كتعاني نفسيا وكتقول ليه بلي عيات من هاد الدنيا وبغات تضحي حياتها، ولكن هو كان كيميك عليها وما كيجاوبهاش. في نهار 18 من الشهر اللي فات اللي هو شهر 8 تم اغلاق قضيه الدكتوره بنان وعنوا بلي هاد البنت صفاتها لراسها وخرجوا بواحد التقرير اللي الصراحه كيركب الاعصاب في بنادم. في التقرير قالوا بلي جمله اريد الله اللي كانت مكتوبه في الباب بالدم ديال الدكتوره مطابقه الخط ديال يديها وكتابتها، وقالوا بلي استخدموا في المطابقه واحد الجهاز مطور من داك التخربيق كامل. ذكروا في التقرير ان الام والاب ديال الضحيه مقتنعين ان بنتهم هي اللي صفاتها لراسها بسبب ضغوط نفسيه وبلي ما كيشتبهوش نهائيا انها تقتلات وما شاكين في شي واحد. ذكروا عاوتاني ان الدكتوره بنان قبل نهار على موتها كانت اتصلت بداك الزميل ديالها عمر اللي تم اتهامه انه حرض على الفكره
الدكتوره دوات معاه لمده ديال نص ساعه، وفي المكالمه كانت كتشكي عليه وقالت لي انا حتى واحد ما كيبغيني، عييت من هاد الدنيا وبغيت ترتاح، الجسم ديالي كيطلب مني انني نريحو ونتهنى. قالوا عاوتاني انهم لقاو شي محالتات بيني وبنان مع واحد الطبيبه صاحبتها سميتها زينب، فين كانت كتقول زينب في هذوك الميساجات باللي عندها اكتئاب خايب واصل للدرجه الخامسه، وقالوا باللي زينب نصحاتها بشيتينات، وبنان قالت لها باللي ديجا جربت داكشي كله ولكن ما بقى كيدير ليها والو. وذكروا على ان بنان طلبات من زينب باش تجيب لها شي كينات ما متوفرينش في البصره، وزينب وافقت وقالت لها باللي غتجيبهم ليها من بغداد. التقرير ذكر كذلك ان بنان قالت لصاحبتها زينب باللي عيات وبغات تبعد من هذا المجال ديال الطب النفسي ودخل مجال طب التخدير. ذكروا عاوتاني ان الكاميرات اللي قدام الدار ديال الدكتوره بنان كانوا خدامين وعمرهم ما وقفوا باللي فرغوهم ما لقاو حتى شي واحد دخل ولا خرج للدار قبل ولا اثناء ولا من بعد الحادثه، الا لاحظتهم متناقضين غير مع راسهم. التقرير اللي خرج به داك النائب البرناني كيقول باللي الكاميرات بالعاني تم تعطيلهم، والتقرير النهائي اللي خرجت به اللجنه اللي تكلفت بالتحقيق في القضيه كيقول باللي كانوا خدامين. المهم التقرير ذكر عاوتاني ان الدكتوره بنان كانت كتتابع صفحات ديال الحزن اللي كتنشر محتوى كئيب، وكيقولوا على ان هادشي كيأكد على انها كتكتئب وكتعاني نفسيا. التقرير طرق كذلك الملاحظات اللي كتبهم داك الطبيب اللي عاين الجثه ديال بنان، اللي كيقول على انها كان عندها اعرام ديال كدامات في وجهها والجسم ديالها وزروقيه وجرح في عنقها ناتج عن الخنق بشي حاجه. التقرير ديال اللجنه كيقول باللي سبب الوفاه هو الجرحين اللي كانوا في اليدين ديالها، وقالوا على ان الكدامات اللي عندها في وجهها ناجين على السقوط ديالها على الارض. تخيلوا معايا كميه الفساد والاستهتار بعقولنا اللي وصلوا ليه هاد الناس. المهم نكملوا، قالوا عاوتاني باللي الكدامات الاخرين اللي كانوا في الجسم ديالها والجرح في عنقها حتى هما بسبب الطيحه اللي طاحت على الارض، وبسبب حتى الساعات الطوال اللي بقات عليهم الجثه ثم حتى لقاوها. قالوا باللي ديك المده اللي بقات وهي طايحه في الحمام هي اللي تثبت ليها في هذيك الزروقيه اللي في الجسم ديالها. وقالوا باللي بعض القدامات كانوا فيها اصلا هذه ايام قبل الحادثه، وباللي الكينات اللي كانت كتشرب هما اللي كانوا كيخليو الكدامات دغيا يبانوا عليها، وباللي ما كاينش حتى شي ادله كتشير على ان شي واحد ضربها ولا تعدى عليها. وإلا لاحظتوا التقرير ما ذكر نهائيا المنطقه الحساسيه ديالها اللي كانت محيده. المهم من بعد هذا التقرير ديال اللجنه انتشروا شي تسجيلات صوتيه اللي تم نسبهم للدكتوره بنان، وتقال باللي هي اللي كتمسج لهم في التليفون ديالها. فهذوك التسجيلات كتقول باللي عندها افكار انها تنهي حياتها، باللي صافي عيات من الدنيا وبغات تمشي لها لعلا. من مورا هادشي كامل غادي تخرج المحاميه اللي تكلفت بالقضيه ديال الدكتوره بنان في واحد البرنامج، وغادي تاكد على ان بنان مستحيل تكون هي اللي كتبت عباره اريد الله، وجابت معها شي وراق فيهم الكتابه ديالها لقان قارنتها مع ديك العباره والطريقه اللي كانت كتكتب بها في الباب، وركزت على حرف الهاء اللي كان مختلف تماما على الطريقه اللي كتكتب بها بنان الهاء. يعني الهاء مفتوحه ما مكتوباش في كلمه الله، مكتوبه بنان مستحيل. ندوزو دابا للطبيبه زينب صاحبه بنان اللي ذكرت التقرير انها كانت كتشكي عليها وكتقول لها بلي عندها اكتئاب والكينات ما بقاو كيديروا ليها والو. بعض المصادر كتقول ان زينب خرجت بنفسها في واحد التسجيل صوتي وقالت باللي هذاك الشيء كله كذوب، وبنان عمرها شكات عليها ولا قالت لها باللي كتعاني وعندها اكتئاب. تخيلوا معايا المحافظ وعائله بنان رفعوا رام ديال القضايا على رام تاع الاعلاميين والصحافه غير حيت عطاو الراي ديالهم وقالوا باللي البنت شي واحد اللي صفاها ليها. تخيلوا معايا حتى النائبه السابقه رحاب العبوده اللي كتجي الاستاذه جامعيه ساره اللي صفاها ليها هذاك المجرم ديال درغام، ما عرفش كيفاش تبدلات وشكون هددها ولا شكون هضر معاها حتى تراجعت على هضرتها، وقالت باللي ديك الهضره ديال ان الدكتوره بنان كانت هي رئيسه اللجنه المكلفه بمراجعه الصحه النفسيه للمجرم درغام ما متاكداش منها، وباللي قالتها غير بغرض اثاره الجدل وصافي. ولكن اللي غيسالي معكم هي واحد الشهاده ديال جار الدكتوره بنان، قال باللي في الليله ديال الحادثه مع 12 ديال الليل تقطع عليهم الضوء في الحومه كلها. من موراها جاو 3 ديال الطوموبيلات كلهم فيهم دجاج فيمي، ونزلوا منهم 3 ديال الرجال ومراه. كيقول باللي دقوا على الدكتوره بنان وخرجت عندهم وركبت معاهم في الطوموبيل ومشاو. من مورا الفجر عاوتاني رجعوا ودخلوا للدار ديال بنان، بقاو تقريبا شي ساعه ونص، وغالبا رجعوا معاهم البنت من بعد ما صفاوها ليها. وكيقولوا على انهم مرات خالها غالبا مشاركه في الجريمه، وهي اللي نظفت الدار وهي اللي دوجات للدكتوره بنان وبدلت ليها حوايجها من بعد ما ماتت. بعد مده كتقول انه مؤخرا خرج واحد السيد وقال باللي قبل مده الدكتوره بنان كان داير معاه باش يقاد لها شي ديكورات وشي حوايج في العياده ديالها، ولكن ملي مشى عندها لقى المحافظ اسعد خارج من عندها، وملي دخل ليه خلقت الدكتوره متوتره وكترجف وقالت ليه غير سير حتى نهار اخر ورجع. ها السيد اللي كان من اصل لبناني كيقول باللي ما عرف شكون هو هذاك الراجل اللي خرج من عند هذاك النهار وخلاها كترجف حتى ماتت الدكتوره، والمحافظ بان في التلفازه والسوشيال ميديا تما عاد عرف باللي هو نفس الشخص اللي خرج من عنده هذاك النهار. المهم هذه هي المعلومات كلها حاليا اللي متوفره على هذه القضيه. اكيد غتسولوني غتقولي دوختينا، راه ماشي انا اللي دوختكم، راه هذه القضيه اللي كتدوخ. علاش؟ والقضيه كتدوخ كيكونوا فيها جوج د الحوايج، كثره لي فيرسيون، كثره الكذوب. وهذه القضيه من القضايا اللي فيها الكذوب بزاف. الكذوب واش جاي بفعل الضغط، يعني عائله بهنه ضغطوا عليهم شي ناس
أو لا فعل المصلحة، لأن الدكتورة بانانة بأن المشتبه به اللي هو السيد درغام عائلته تصيلته اللي كيحاولوا أنهم يخرجوه من هاد لاكوزاسيون، وكانوا كيقولوا أن هي كانت في اللجنة. ولكن الصراحة لا جيتوا تسولوني على رأيي، واخا أنا ما كنبغيش نعطي رأيي، غادي نقول لكم بلي من خلال القضية اللي دوزت ووجود المخدرات ما نقدروا نحكموا على حتى شي شخص أنه يبقى إنسان. أي إنسان كياكل مخدرات أو لا كيتعاطى لهم أكيد ما غيبقاش في صفة إنسان، غادي يولي شي حاجة أخرى، شيطان. ولكن جاتني أن أخ يقتل أخته هو مدروك نقدر ندوزها، ولكن أخ يسمح لأخته يتعدى عليها شي حد قدامه، هذه صعيب ندوزها الصراحة، ما كذبش عليكم. خصوصا عائلة اللي متعلمة، والدي اللي رباه واحد البنت اللي قدرت توصل دكتورة، ما كنظنش أن هذا الوسط يقدر يخلق لنا وحش بحال هذا. هذه من جهة. من جهة أخرى أنا كنشوف بأن البوليس كان متواطئ. البوليس ماشي في الخطة ديال أن الدكتورة بنان سالت مع حياتها، وهنا كيبان لنا بأن كاينه واحد القوة داخلة في الخط، قوة اللي كتحاول تروض للرأي العام، وهي قوة كبيرة. ما نظنش أن فلوس واحد السيد اللي هو عادي غادي يقدر يأثر على البوليس كاع داك التأثير باش يمشيو معاه في الخط ويحاولوا يبينوا أن البنت سالت مع حياتها. أنا هذه بعدا ما كتدخلش لي لراسي، الا كنتم كتدخل لكم لراسكم يقدر شوية يسلك لولده، ولكن الأمور قدر تكون مستورة. أما ملي كتولي قضية رأي العام صعيب تدمص القضية، خصك تكون شي واحد نيت كيف كنقولوا حنا مقعد في البلاد باش تقدر تدمص داكشي كله. فهنا كيبان التأثير ديال شي قوة كبيرة. غادي تقولوا لي البوليس ممكن أن ديالو تحياته صعيب، لأن العلم كيقول ما يمكنش. وتخيلوا معايا واحد كيقسم يدو لهنا، كتقدر تجرح يدك من هنا بموس، تقدر تموت، ما عندكش اكثر تقريبا من 20 دقيقة تقدر تموت، لأن هنا عندنا أوردة كبار. إلا وقع نزيف، وغالبا كيوقع نزيف لقستي هاد بلاصة، لأن كتشوفوا اللحم رقيق دغيا غتوصل للشرايين ديالك غادي تموت. وتخيلوا معايا البنت مغرقة مزيان، يعني مشرحه يديها هنا في هاد اليد وفي هاد اليد، يعني البنت تعذبات. انا كيبان لي تعذبات، حيت باش تهلك لهذيك الدرجه راه فعلا اللي دار فيها هادشي كيكرهها، بغى يعذبها عاد سالا معاها. كنظن انتم عندكم نفس الراي، يعني كاينه قوه كبيره داخله في الموضوع. والعائله ديالها في كاع لي زانترفيو اللي داروا كيبانوا ساخطين غضبانين ما متالمينش. ما يمكنش نقولوا ان العائله ما بقاتش فيهم بنتهم، ولكن ممكن ما لقاوش الوقت الحزن، او ممكن كيتعرضوا لضغط كبير، كيشوفوا ان ولدهم حتى هو غيمشي كبش فداء ديال شي واحد. وانا هادشي اللي بان ليا، مشات ليا بنت تبع حتى هو الدري حتى هو غيمشي ليا، ماشي وقت البكا هذا نوض نعتق الدري. انا هادشي اللي بان ليا بان العائله مضغوط عليها. ولكن عاوتاني انك ما تبينش الحزن بالمره، هذه حتى هي بانت ليا ماشي عاديه. يعني الحزن ممكن حزنوا مع راسهم، ممكن لقيته فاش داروا هذوك لي زانترفيو كانوا في حاله دفاعيه كيحاولوا يدافعوا على ولدهم. ولكن الصراحه من بين القضايا اش غادي نقول لكم، يعني انا شخصيا تلفاتني كيف قلت لكم بلي ان المساله فيها قوه كبيره، والعائله بانت لي ان ماشي في الوضع الطبيعي، ماشي ديك العائله اللي حزنانه على بنتهم. ممكن ما لقاوش الوقت الحزن، او ممكن كيتعرضوا لضغط كبير كيشوفوا ان ولدهم حتى هو غيمشي فيها. اما بالنسبه للولد ما نقدروش نحكموا. مساله انك تناول المخدرات ماشي بالضروره تقدر تقتل اختك وتخلي واحد يدير فيها ما بغى. المخدرات كتادي الجريمه، ولكن في هذا الكا هذه ما قنعتنيش، ما نكذبش عليكم، لان هذا الشيء هذا ما جانيش طبيعي. يعني شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت لو كان الاخ فعلا قتل ما كانش شي فلوس باها غادي تعاونوك، شحال غادي يقدر يعطي؟ لان القضيه وصلت لواحد الحجم اللي خصك تكون شي بليونير باش تقدر تفلت ولدك. وشوف هنا كنشوفوا بان ما كايناش غير فلوس المال، كاين حتى قوه سياسيه. هذا اللي بان ليا. وانتم قولوا لي رايكم، بغيتوا نشوفوا في التعليقات. سمحوا لي شتو شويه الافكار ديالي مشتته، حيت دابا كنصور تقريبا مع المحد ونص ديال الليل، فعذروني حتى اللينك شويه نازله، فقلت بلا ما نتعطل عليكم نحاول انني ما نغبرش. يلا شكرا بزاف، دعيوا لهاد البنت هذه بالرحمه، الله يعوضها ان شاء الله، والله ياخذ الحق في هذا اللي دار فيها هادشي. بسلام عليكم.